ايوه انت قريت العنوان صح، دي اسرع فيزا ممكن تطلعها في مصر. انا حرفيا طلعتها في اقل من دقيقه، وكمان دي تقدر تعمل بيها اي حاجه انت ممكن تتخيلها جوه مصر او بره مصر، لان هي فيزا فعلا مش اي كارت وخلاص واحنا بنقول عليه فيزا. ففيديو النهارده بقى انا هشرح لك كل التفاصيل اللي ممكن تتخيلها عن فيزا يلا بتاعت البريد المصري. هعرفك بقى كل المميزات وازاي تشتريها وازاي تتعامل مع الابليكيشن، وكمان هعرفك لو في مشاكل ممكن تقابلك ازاي تحلها من غير حتى ما تكلم الكول سنتر. فبالتاكيد طبعا قبل ما نبدا وعلشان نكمل في السلسله الجامده جدا ديت، ما تنساش اللايك الجميل بتاعك وتشترك في القناه عشان يوصلك بقى بقيه فيديوهات السلسله الجامده دي. وبمناسبه البلاك فرايداي بقى، فانا جايب لكم عرض جامد جدا، وكمان ممكن تستفيد بقى بالفيزا بتاعت يلا ان انت تشتري العرض ده. العرض ده من موقع كيس اوف اللي زي ما انتم شايفين بيقدم خصومات رهيبه على سيريالات اصليه لويندوز واوفيس. وعلشان بقى البلاك فرايداي فالعروض دي بقت اقوى، انت عندك خصم 50% على اي ويندوز تشتريه، ويندوز 10 سعره بيوصل ل $7، وكمان عندك خصم 62% على الاوفيس، وفي بقى خصم سبيشال وهو 66% على الاوفيس برضه. الموضوع هنا مضمون جدا لان هم عندهم دعم فني شغال 24 ساعه طول ايام الاسبوع، عشان لو واجهتك اي مشكله في السيريال اللي انت اشتريته تقدر تبدله بكل سهوله او تاخد فلوسك تاني. وعمليه الشراء بقى سهله وبسيطه جدا زي اي حاجه انت بتشتريها اونلاين، بس اهم حاجه عشان تاخد الخصم تخش على اللينكات اللي في الديسكربشن تحت الفيديو، لانك لو رحت للموقع مباشر مش هتلاقي العروض الجامده دي. وانت بتشتري بقى لازم تحط اكواد الخصم اللي انا سايبها لك في الديسكربشن تحت الفيديو. MEV50 هيديك خصم 50% على الويندوز، وMEV62 هيديك خصم 62% على الاوفيس. وعلى فكره الناس اللي عندها بيزنس وبتاخد كميات كبيره ممكن كمان تاخد منهم باسعار اقل من اللي احنا قلنا عليها دي. ادخل دلوقتي على كيز اوف من اللينكات في الديسكربشن تحت الفيديو علشان توفر اكتر وتحمي جهازك. تعالوا بقى نتكلم عن الفيزا بتاعت يلا المقدمه من البريد المصري، وقبل ما اقول اي حاجه خلوني ابدي اعجابي الشديد بالتصميم بتاعها. صراحه شكلها انا شايفه بريميوم جدا كده وسيمبل، ومفيش كده حوارات كتير، مفيش اي حاجه، شكلها بسيط وجميل جدا. والكارت ده هو كارت مسبق الدفع، يعني بتشحن فيه فلوس تقدر بقى تعمل اي حاجه انت ممكن تتخيلها بقى، ومعاملاتك الماليه كلها تحول لحد فلوس عن طريق الابلكيشن بتاعهم. تقدر كمان تشتري بيه من اي مكان وفي اي حته حتى لو بره مصر. تقدر كمان تشتري بيه اي حاجه اونلاين من على اي موقع جوه مصر او بره مصر. كمان تقدر من خلال الابلكيشن تعمل حاجات كتير قوي هنشوفها في الجزء اللي احنا بنشرح فيه الابلكيشن، وتقدر تدفع كل فواتيرك وتعمل كل حاجه تتخيلها. وفي ميزه جامده موجوده هنا مش هتلاقيها في اي كارت في الدنيا او اي حساب بنكي، وهقول لك عليها برضو واحنا بنتكلم عن الجزء بتاع ازاي تشحن الكارت بتاع يلا. بس قبل ما نروح للجزء اللي بعد كده عايز اقول لك ان الكارت ده كمان بيتربط بباي بال. دي حاجه قويه جدا، نادرا لما بتلاقي كروت ينفع تربط بسهوله بباي بال. هحطه ده بقى هنا عشان انا زهقت من مسكته. وتعالوا اقول لك ازاي تقدر تطلع الكارت ده او تشتري الكارت ده. موضوع سهل وبسيط جدا، وانت عندك طريقتين. اول طريقه انت تخش تسجل على الابلكيشن عادي وتطلبه ويجي لك على البيت، ولكن الموضوع ده بياخد وقت، ممكن ياخد اسبوع، ممكن ياخد 5 ايام، وفي ناس بتقول ان هو اتاخر معاه الاسبوعين. ما تعملش كده خالص، انت هتعمل زي ما انا عملت وتروح لاي فرع من فروع البريد، والبريد منتشر في كل حته في مصر. اول ما هتروح البريد السلام عليكم انا عايز كارت او اللي عايز الفيزا بتاعت يلا. حرفيا انا اول ما قلت لهم عايز الفيزا بتاعت يلا قال لي تمام هتروح تشتريها من الشباك ده. رحت اديت الراجل فلوس كانت ب 30 جنيه تقريبا، خدتها. قال لي بقى هتروح للشباك، شاور على شباك تاني قال لي هتروح تفعلها من عنده. رحت جاي رايح للشباك التاني مديله الظرف اللي فيه الفيزا دي ومديله البطاقه بتاعتي، وحرفيا الراجل كتب البيانات في اقل من دقيقه واداها لي وقال لي كده اشتغل. طب انت خلاص خدت بقى الكارت ده وفرحان بيه مبسوط بقى عايز تبدا تستخدمه. ايه اول حاجه لازم تعملها الاول عشان تعرف تستخدمه؟ لازم تعمل له تنشيط. التنشيط ده بيتم عن طريق حاجتين. اول حاجه وهي ان انت تبعت رساله من رقم موبايلك على 6789. الرساله دي هيكون مكتوب فيها اخر 6 ارقام من الرقم الموجود على ظهر الكارت ده. الطريقه دي المفروض ان هي بتنفع، المفروض ان هي شغاله، بس انا وقت ما انا جربت كان واجهني معاه مشكله وقال لي نعتذر وفي مشكله ولازم تتصل ب 16789 وده رقم البريد. فاتصلت عملت له تنشيط عن طريق الكول سنتر، والموضوع برده ما خدش دقيقه، يعني الموضوع بيبقى سريع جدا. بعد كده هتحطها بقى في الاي تي ام اللي هي بتبقى موجوده في البريد علشان تغير بقى الباسورد بتاعها اللي هو بيبقى 4 اصفار، واول ما بتكتبه بيقول لك بقى دخل الجديد، فبتعمل باسورد مكون من 4 اصفار عشان ده بتستخدمه بقى وانت بتشتري من اي محل او مثلا بتسحب من اي ATM. طب انت بقى عايز حاجات اعمق من ان انت بس تستخدمه ككارت تشحنه فلوس وتشتري بيه مثلا في المحلات او تسحب بيه من الATM او الحاجات دي، عايز اوبشنز اكتر. فهنا نيجي بقى للابلكيشن بتاع يلا سوبر اب. والابلكيشن ده يا جماعه بيقدم لك خدمات كتير جدا فوق ما انت تتخيل، ومش هشرح لك بقى ريجستريشن عشان هو في كل الابلكيشنز واحد، موضوع سهل اصلا مش هنضيع وقت الفيديو. وكل الفكره انت بتسجل عادي، تكتب رقم موبايلك وايميلك وبيقول لك اسكان، بتختار ان انت فعلا جبت خلاص الكارت فبيقول لك اسكان الكيو ار كود اللي مكتوب على ظهره، بتسكانه وبتفعل معاك وبترول في نفس اللحظه. واول ما بتفتح الابلكيشن بقى بيظهر قدامك الواجهه اللي انت شايفها الجميله ديت. اول حاجه عندنا هنتكلم عليها وهي فلوس، ودي اهم حاجه طبعا، مفيش اهم في الدنيا كلها من الفلوس. هتلاقي كاتب لك هنا الرصيد بتاعك قد ايه وانت صرفت قد ايه الشهر ده وجالك قد ايه.
واول حاجه بقى مهمه جدا هنا وهي شحن الرصيد. لو دوست كده على شحن الرصيد هتلاقي عندك 7 طرق تقدر تشحن بيهم رصيد، مش بس من بقى فروع البريد والكلام ده، ممكن من محفظه الكترونيه، ودي حاجه مش هتلاقيها اصلا موجوده في اي حته، ان انت تاخد من المحفظه الالكترونيه تحط هنا، عشان لو انت بقى مش عايز تسحب من المحفظه الالكترونيه مباشر عن طريق الفروع اللي بتبقى زحمه، او عن طريق الاي تي ام اللي ممكن تخصم الفلوس وما تديها لكش في المحفظه الالكترونيه زي ما بيحصل. طب احنا خلاص شحنا الكارت، عايزين بقى نشوف ايه المميزات اللي انا ممكن اعملها عن طريق الابلكيشن طول ما الكارت اللي معايا فيه فلوس. يعني مثلا عندك اول حاجه اللي هي دفع او ارسال. لو انت بقى عايز تدفع لحد، طبعا هو دي بيسكان الكيو ار كود، بس دي الكاميرا انا مداريها بصبعي. تسكان كيو ار كود عند اي تاجر عنده الابلكيشن ده، وبالتالي بتقدر تدفع على طول من غير ما يقعد يمليك في ارقام او اي حاجه. وممكن تحويل اموال، تكتب رقم اي حد هنا والمبلغ اللي انت عايزه، سواء بقى رقم الهاتف بتاع اي حد يعني عنده حساب يلا بنفس الرقم ده، او البريد الالكتروني بتاعه اللي هو مسجل بيه، او رقم البطاقه اللي انت عايز تحول عليها. هنرجع كده للقائمه الرئيسيه تاني عشان بس نشرح شويه حاجات كده فوق. هنا عندك شات، طبعا ده لسه مش متاح دلوقتي عشان تتصل بيهم، وعندك الاشعارات اللي هو بيقول لك انت شحنت امتى وايه اللي جالك وايه اللي انت دفعته، والعمليات نفس الكلام، انت عملت ايه يوم كذا وحولت ايه يوم كذا، النقط اللي انت بتحولها، وهنا الحساب بتاعك بقى لو عايز تعدل اي حاجه في البيانات بتاعتك. تاني حاجه بقى عندنا وهي الفواتير. يعني انت ممكن تخش على الفواتير من هنا، او ممكن من الشريط اللي كان موجود تحت. عندك بقى فواتير حاجات كتير قوي، فواتير بقى انترنت وشحن رصيد وتبرعات وخط ارضي والعاب وميه وكهرباء وغاز وتذاكر بقى طيران ونوادي، والمرور كمان ممكن ندفع المخالفات من هنا. طيب الحاجه اللي بعد كده بقى وهي صيدليه. لو انت بقى محتاج، يعني بعيدا عنكم كلكم ان شاء الله ما حدش يحتاج صيدليات، بس يعني نفترض في هنا تعاون مع العزبي، انت ممكن بقى تطلب اي حاجه وهم يجيبوها لك على البيت، تخصم برده من الفلوس اللي عندك هنا. فعندهم هنا حاجه برده قويه اسمها مول، وديت عليها مجموعه من المنتجات لو انت عايز تشتري، وساعات على فكره بيقدموا عروض جامده. يعني مثلا عندك هنا الايفون مثلا 13 برو ماكس ب 30000. انا حرفيا بشوف ناس على الجروبات بيبيعوا مستعمل ب 30000 دول. هنخش على العروض، عندك في العروض هنا من فوق او ممكن من تحت كمان. فلو دخلنا كده هنلاقي بقى في خصومات هنا فعلا عن حاجات. يعني مثلا عندك هنا سكي ايجيبت 395 جنيه بدل 550 جنيه، عالم الحيوان 30 جنيه بدل 50. يعني في شويه حاجات هنا ممكن تخشها او تستخدمها، خدمات، اماكن للخروجات، كلها عليها خصومات. يعني لو انت رحت المكان ده بنفسك هتلاقيه اغلى من السعر المكتوب هنا او السعر انت ممكن تاخد بيه التيكت هنا. فبصراحه يا جماعه يعني ابلكيشن يلا يعتمد عليه في حاجات كتير جدا جدا، في خدمات كتير، وفي حاجات طبعا عشان وقت الفيديو انا ما عادش اشرحها كلها، بس انت في حاجات اكتر مما تتخيل كلها متجمعه في ابلكيشن واحد. ده غير ان هو مش بس ابلكيشن بيديك كل الخدمات دي مثلا زي اي محفظه الكترونيه، لا ده كمان معاك كارت في اي وقت ممكن تحطه في اي اي تي ام تدفع بيه في اي مكان في الدنيا، تقدر تروح تشتري بيه من اي مكان عادي جدا وبكل سهوله. تقدر تشتري بيه اونلاين، مش محتاج بقى زي المحفظه الالكترونيه كل ما تيجي تطلع كارت ب5 جنيه، لا تحط على اي موقع بقى تربط بيه اشتراكاتك وحاجتك اللي تقعد تجدد لوحدها ثابت على طول، مش زي بقى فودافون كاش لازم تقعد كل شهر تطلع كارت من الاول ب5 جنيه. فهو فعلا يعتمد عليه، ولكن هل يعتمد عليه بالشكل الكافي ولا هيواجهك معاه مشاكل؟ تعالوا بقى ننتقل للجزء بتاع المشاكل. ايه المشاكل اللي واجهتني مع الكارت بتاع يلا، وهل المشاكل دي هتأثر على تجربة استخدام الكارت او ممكن مثلا تخليني اقول لك ان انت ما تشتريهوش؟ بص، انا اول مشكله واجهتني مع الكارت ده وانا بعمل له اكتيفيشن في اول مره، زي ما قلت لكم ان انت بتجيب الكارت وبعد كده تعمل ريجستريشن على الابلكيشن، وبيجي خطوه كده في كيو ار كود على ظهر الكارت بتسكانه علشان تقدر ان انت تقاد الكارت ده على الابلكيشن اللي انت عامله طبعا بنفس رقم الموبايل اللي معمول بيه الكارت ولما انت كنت في الفرع. انا كل ما اجي اسكان يقول لي الكارت البيانات بتاعته غلط، كل ما اجي اسكان نفس الكلام. فاتصلت بالكول سنتر، هم طلعوا عارفين المشكله دي، تقريبا دي مشكله متكرره كتير، وهي ان الكيو ار كود اللي موجود على الظهر ده المفروض بيحتوي على رقم الكارت اللي هو 16 رقم، بس هو عاملهم لك في كيو ار كود. الكيو ار كود ده غلط، يعني مش نفس ال 16 رقم، معمول غلط فيه او في مشكله. الموظف قال لي اديني رقم الكارت وانا هعمل لك كيو ار كود بداله وهبعته لك على الواتساب، وانت تسكانه، يعني تفتح الصوره دي على اي موبايل تاني وتسكانها بالموبايل الاساسي بتاعك على اساس ان ده الكارت، عشان يفهم ان هو لازم يقرا كيو ار كود، ما ينفعش تكتب له رقم الكارت. او انت ممكن تستخدم اي ويب سايت علشان يجنريت الكيو ار كود ده معاك. فانا استخدمت فعلا، قلت له خلاص هعمله، انا فهمت الفكره. خش انت على اي ويب سايت لو قابلتك المشكله ديت، واعمل خلي الويب سايت ده هو اللي يعمل لك كيو ار كود. الكيو ار كود ده هيبقى نمبر وهتكتب فيه رقم الكارت بتاعك، هيطلع لك كيو ار كود، هتسكان وخلاص هو هيبقى شايف ان ده الكارت. المشكله الثانيه اللي واجهتني ودي اتحلت لوحدها وما قابلتنيش تاني خالص، وهي اول ما اشتريت الكارت جيت اربطه على جوجل علشان اجدد بيه بقى الاشتراكات بتاعتي اللي هي زي يوتيوب بريميوم والحاجات دي، ما رضيش يتربط معايا، بيرفض. فقلت يمكن في مشكله مثلا مع جوجل دلوقتي او في حاجه. بعديها بشويه جيت اجربها كده على الابلكيشن بتاع وي، كنت عايز اشحن الرصيد في وي فشحنت، اشتغلت على وي عادي. جيت اجربها على جوجل تاني ما اشتغلتش.
اتصلت بيهم، لو سمحتوا انا عايز اعمل، لو سمحتوا انا عندي مشكله، الكارت مش راضي يدفع معايا على اي موقع غير الموقع بتاع وي. قالت لي ما هو عشان انت كده يعني ظاهر ان في مواقع غير موثوقه او مواقع غير امنه، فالكارت بيرفض يتعامل معاها. قلت لها غير امنه ازاي حضرتك؟ ده انا بقول لك جوجل وبقول لك باي بال، ما فيش برضو ده اللي ظهر قدامها ان الابلكيشنز دي غير موثوقه. تمام. قلت لها طب الحل ايه؟ قالت لي ساعات بيبقى في غلط في الموضوع ده وبتستنى اسبوع بتتحل لوحدها. طبعا انا قفلت معاها ومقتنع ان هي مش هتحل، وقلت بقى في مشكله في الكارت، بس فعلا بعد اسبوع بجرب لقيتها اشتغلت وتمام وزي الفل، واتربط باي بال وربطته بحاجات بقى زي نتفليكس وشاهد وواتشت وجوجل بريميوم بقى اللي هي جوجل عشان الخدمات بتاعت يوتيوب بريميوم وجوجل وان، كل حاجه شغاله عليه بشكل كويس جدا. المشكله الاخيره بقى ودي مشكله لسه مستمره لحد دلوقتي، وهي وانا باجي اشحن الكارت، والمشكله على فكره موجوده دلوقتي وانا بصور الفيديو يعني كويس عشان اوريها لكم. لو جيت كده اعمل شحن رصيد واخترت المحفظه الالكترونيه واخترت مثلا ولكن انا عايز اعمل شحن ب 1000 جنيه من المحفظه الالكترونيه، زي ما انتم شايفين بيقول لي تحت كده الخدمه غير متاحه مؤقتا. اقول له تاني تاكيد، برده بيحاول الخدمه غير متاحه مؤقتا، مش كاتب لي حتى المبلغ اللي انا اخترته ولا اي حاجه. نفس المشكله دي برده جربتها لما كنت مزنوق في فلوس وعايز اشحنها ولقيته مش شغال، قلت اشحنه من اي كارت بتاع البنك مثلا، وعملت اضافه بطاقه للبنك وبرده كتب لي نفس الرساله وما رضيش يشحن من البطاقه بتاعه البنك. فدي مش مشكله اساسيه او جوهريه يعني، اتمنى من القائمين على التطبيق بتاع يلا سوبر اب المشكله تتحل في اسرع وقت، لان فعلا هي بتيجي في اوقات مثلا انا محتاج اشحن فيها الكارت ومحتاجه ضروري دلوقتي بس مش عارف، فاكيد مش هنزل ادور على البريد او انزل الاي تي ام دلوقتي مثلا الساعه 12 بالليل، فالموضوع هيبقى صعب. فاتمنى المشكله دي ما تبقاش موجوده. انا عارف ان هي بدل حاجه سوفت وير فهي ممكن تتحل، انا ما اعرفش هي في ايه بصراحه، بس اتمنى ان هي تتحل. في 3 حاجات مهمه برضه نسينا نقولهم في اول فيديو، هو ان الكارت ده فيه NFC يعني ممكن تدفع بيه عن طريق الدفع التلامسي، وممكن يطلع لو انت عندك 16 سنه اي حد معاه بطاقه، والحد بقى بتاع السحب اليومي 30,000 جنيه في اليوم، ولو هتشتري بيه من بره مصر فبيبقى ليك 3000 دولار في الشهر، اللي هو رقم كويس جدا يعني. انت اصلا اشتراكاتك كلها على جوجل وعلى نتفليكس والحاجات دي مش هتكمل اصلا 50 دولار في الشهر، والباقي ده يعتبر رقم كبير جدا لو انت عايز تشتري بيه حاجات من امازون او كده. وكده احنا خلصنا. متنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك للفيديو وتنزلوا تشتركوا في القناه عشان بقى يوصلكم كل جديد، وتابعونا على فيسبوك وانستجرام برضو علشان يوصلكم كل جديد. شكرا لكم جدا على المشاهده واشوفكم الفيديو الجاي. سلام. To make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break